ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكوكيز القمر اللي قدامكم ده. كوكيز العبد هنعمله بطريقه جميله جدا جدا وطعمه خرافه بجد، تحفه جدا. انا من ساعه ما عملته ما ببطلش بجد اعمله من كتر ما عجب الولاد وعجب كل اللي يدوقوا. شايفين بجد بيدوب في البق دوب، وكمان قطع الشوكولاته دي مدياله طعم حلو قوي قوي بجد. جربيه ان شاء الله ومش هتندمي. هنعمله مع بعض بطريقه سهله زي ما قلت لك. تابعيني بس للفيديو ونهايته عشان تشوفي احنا عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي والكوكيز القمر ده ازاي. يلا بينا بقى ندخل ونشوف الحاجات الحلوه دي هنحتاج لها ايه النهارده في الفيديو وهنعملها ازاي. اسيبكم بقى تتمتعوا شويه بشكل الكوكيز القمر ده، وندخل بقى على الفيديو ونجهز المكونات بتاعتنا النهارده. ومكوناتنا النهارده سهله جدا جدا وبسيطه وتقريبا متوفره في كل بيت. يلا بينا بسرعه. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا النهاردة دي دقيق متعدد الاستخدامات، معانا من 300 ل 330 جرام على حسب. معانا كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معانا معلقة كبيرة لبن باودر بتدي تست حلو قوي، معانا كمان 70 ملي من الزيت بضايه بدرجة حرارة المطبخ، معايا كمان فانيليا باودر، ومعايا كاكاو خام اسباني غامق، ومعايا سكر باودر 150 جرام، والكاكاو 30 جرام، ومعايا الزبدة 175 جرام. الزبدة عندي هنا بدرجة حرارة المطبخ، لازم تطلعيها من التلاجة وتسيبيها تاخد درجة حرارة المطبخ بتاعك علشان تقدري تشتغلي في الوصفة. والبيض كمان بدرجة حرارة المطبخ. هناخد الزبدة زي ما انتوا شايفين والسكر البودر، والسكر هنا مطحون في البيت. براحتك، حابة تستخدمي سكر بودر جاهز، انا بالنسبة لي بستخدم السكر مطحونه في البيض. هضرب بقى بالشكل ده كده. بعتذر طبعا عن بقى ايه الغبار بتاع السكر اللي بيطير ده. هضرب الزبدة مع السكر لحد لما يشتغلوا معايا بالشكل دوت. طبعا انا لسه هشتغل فيهم تاني لحد لما اللون يبدأ يفتح ويبقى القوام كريمي اكتر. شايفين كده؟ وبالراحة هبدأ انزل بالزيت بتاعي. الزيت هنا زي ما قلت 70 ملي من الزيت، وهنا انا مستخدمه زيت ابيض يكون نوع نضيف ملوش ريحه نفاذه. هضرب بالشكل ده كده القوام مع بعضه لحد لما يختلط، وبعد كده هبدا اضيف البيضه. والبيضه هنا زي ما قلت لك بدرجه حراره المطبخ، وهنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا البودر. تمام كده. هنا مقدار بالظبط معلقه صغيره عشان طبعا زفاره البيض بتاعي. هضرب بقى كويس جدا جدا لحد لما يختلطوا مع بعض ويختفوا. شايفين القوام افتحي جدا. هنزل بمعلقه اللبن البودر، واللبن البودر هنا بيدي تيست حلو جدا، تقدري تستغني عنه مفيش اي مشكله خالص. ضربت بقى الكلام ده كله بالشكل ده بالمضرب. طبعا هنا الوصفه لازم مضرب كهربائي. تمام. خلاص كده. هجيب بقى الدقيق بتاعي والبيكنج باودر طبعا والكاكاو. الكاكاو والدقيق لازم يتنخلوا كويس جدا عشان الوصفه تبقى ناجحه. هجيب بقى اي مصفى عندي، اي منخل، اي حاجه بتنخلي بيها الدقيق. هبدا زي ما انتم شايفين كده. الاول هنزل بالكاكاو الخام وهبدا انزله. انا هنا مستخدمه كاكاو اسباني خام، ويفضل لو الكاكاو يبقى غامق بيدي طبعا تيست حلو جدا عن الفاتح. وهنزل بكميه الدقيق. طبعا انا هنا بنزل بكميه 300 جرام دقيق الاول. تمام. وبعد كده بشوف لو العجينه بتاعتي احتاجت بروح مزوده ال 30 جرام. انا الوصفه بتاعتي بالظبط احتجت لها كلها 330 جرام بالظبط. هبدا انزل بالشكل دوت. تقدري طبعا انتي تكملي بقى بعد كده ما تستخدميش المضرب الكهربائي. انا بالنسبه لي المضرب انا بس توهت الدقيق بتاعي خلاص اختفى، وهبدا اشيل الكلام ده وهبدا اكمل عجن بايدي زي ما هتشوفوني في الوصفه. تقدري طبعا انتي من الاول ان انتي ما تستخدميش المضرب بقى في الدقيق، وتبداي تضربي بايدك عادي جدا او بالسباتشولا بتاعتك. انا عشان ايدي بس كانت عندي مشكله في اعصاب ايدي، فانا بالنسبه لي اديتها بس ضربه خفيفه كده وهبدا اكمل بالسباتشولا او بايدي. مفيش اي مشكله ايا كان اللي انتي بتحبيه. حبيتي تكملي عجن بايدك تمام، حبيتي تكملي بالسباتشولا تمام. هخفي بقى بقيه الدقيق معايا كده ومش بعجن، انا بلم العجينه وبتوه الدقيق بتاعي علشان الكوكيز بتاعي ما يعضبش معايا، ما يبقاش معايا ناشف. الكوكيز هنا بيبقى هش جدا جدا وبجد تحفه. زي ما انتم شايفين اهو. انا ببدا اخفي الزبده والدقيق بتوعي. حطيت بقى زي ما قلت لك اهو، لقيته محتاج حطيت ال 30 جرام دقيق بتوعي. هبدا انزل بيهم بالشكل ده. تمام. انا كده حطيتهم. هبدا الم العجينه لحد لما الدقيق بتاعي يختفي، وبرده بالراحه خالص زي ما انتم شايفين اهو.
وبعتذر مرة تانية علشان انا الفيديو بطيء شوية. انا زي ما قلت لك ايدي بجد وجعاني مش قادرة، فما حبيتش برضو ان انا اسرع لكم الفيديو عشان تشوفوا التفاصيل بالتكات والتفاصيل بالظبط. ادي العجينة بتاعتي اهيت بعد ما خلصت تمام جدا. حطيتها بقى، نقلتها في بولة تانية. وعندي شوكولاتة هنا اهوت، انا مستخدمة شوكولاتة بالحليب. هنقطعها قطع مربعات كده. انا استخدمت في الوصفة دي 250 جرام من الشوكولاتة تمام، وقطعتهم مكعبات صغيره قوي. هجيب بقى ايه العجينه بتاعتي. هنا الكوكيزايه بتاعتي حجمها 15 جرام، تقدري تستخدمي الميزان. هديها بقى تبطيطه بسيطه قوي. طبعا في الوقت دوت انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200 وسايباه طبعا يسخن كويس. حطيت بقى كده وبدي سن تبطيطه صغنونه قوي. وطبعا لما بنزل بالشوكولاته ببدا اضغط بالشوكولاته ضغط خفيف عشان تلزق في الكوكيز بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا تقدري تحطي 3 قطع، تقدري تحطي اكتر. انا استخدمت حوالي 4 قطع من الشوكولاته زي ما انتم شايفينه كده. هعمل معاكم واحده كمان بنفس الشكل. طبعا الكوكيز بتاعي عايزه اقول لك هش جدا جدا وتعامل معاه معامله حلوه قوي اهو. بصوا شايفين الكوره زي ما قلت لك حجمها 15 جرام تقريبا. هديها تبطيطه بسيطه وهبدا احطها بالشكل ده كده. وهبدا اعمل زي ما انتوا شايفين الشوكولاته بتاعتي. اخد القطع الشوكولاته واديها بس غرزه كده بضغط خفيفه جدا علشان خاطر الشوكولاته بتاعتي تمسك في الكوكيز بتاعي. ولما تدخل الفرن الشوكولاته بتبقى تحفه. هخلص بقى كل الكميه واوريكم الشكل. خلصنا كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا في مسافه بين كل واحده والتانيه علشان خاطر لما يفرش السنه البسيطه اللي هيفرشها ما يلزقش في بعض. هدخله بقى زي ما قلت على درجه حراره. هياخد حوالي تلت ساعه بالظبط. الكوكيز بتاعي بعد ما طلع من الفرن سيبته بارد تماما زي ما انتم شايفين اهو. الشوكولاته بتاعتي زي ما هي بجد روعه. شايفين التسويه بتاعته حلوه قوي. خد معايا بالظبط تلت ساعه في الفرن على درجه حراره 200. هلمه بقى كده اهوت ونشوف شكله بعد كده بعد ما خلصنا الكوكيز بتاعنا كله. ده شكل الكوكيز بتاعي بجد. عايزه اقول لك الكميه دي ادتني كيلو بالظبط من الكوكيز. عايزه اقول لك تحفه. ولادي حبوه جدا جدا وبجد كل اللي داقوا قال لي طعمه بجد روعه واحلى بكتير من اللي بيتباع من بره جاهز. عايزه اقول لك شايفه بصي شايفه الكوكيز بتاعي تحفه يا جماعه بجد. اتمنى الوصفه دي تعجبكم. طبعا لما تحبي تحتفظي بالكوكيز بتاعك عشان تاكليه يبقى هش جدا وما يرطبش معاكي، اي علبه محكمه الغلق تمام، او اي حافظه بسكوتات. بالنسبه للحافظه اللي احنا شفناها مع بعض قد كده واحنا بنعمل البيتي فور والبسكوت البيمبو المربعه بتاعه الجاتو، تقدري برضو تحتفظي بيها لو عامله كميه كبيره. او اي علبه عندك بالنسبه لك مقفوله تحطي فيها الكوكيز بتاعك هيفضل قاعد معاكي. وتقدري بقى تفتحي وتاكلي منه حلاوته بجد جنب كوبايه شاي بلبن، جنب كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي، مفيش اي مشكله. اي ضيف يجيلك على غفله وحابه تقدمي حاجه مع المشروب برضو بيبقى حلو قوي قوي. عايزه اقول لك الولاد اتجننوا عليه. دي كانت وصفتي ليكم النهارده. لو عجبك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو. والسلام عليكم.